مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وكل الأمة الإسلامية طيبة وبخير يا رب العالمين. طبعا العيد يعني رنجة، يعني فسيخ، يعني سردين زي ما انتم شايفين. غدوة كده جميلة جدا جدا. أول ما بيخلص رمضان بنكون كلنا مشتاقين للأكلة الجميلة دي. خللت معاكم الفسيخ والنهاردة حبيت بقى أوريه لكم كده بعد طبعا ما تملح. عايزة أقول لكم طعمه بجد تحفة جدا. عملت طبعا رنجة كده، سلطة رنجة وكمان سردين مخلل وبسارية وشوية بطاطس مقلية كده. عايزة اقول لكم بجد غدوة جميلة جدا جدا زي ما انتم شايفين. وكمان هيكون في بقى البطروخ كده بتاع الرنجة، برضه هنحط عليه طحينة بقى كده وهنظبطه ان شاء الله الغدوة القمر دي. قبل ما ابدا الفيديو بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق، ما تحرمش منكم يا رب. يلا بينا بقى نشوف كده الفسيخ وجماله. عايزه اقول لكم بجد وبامانه احلى حاجه تعمليها في البيت هو الفسيخ. بدل ما تجيبيه ب 400 وساعات بيوصل ل 500 ب 150 جنيه بس، هاتي الفسيخ واعمليه في البيت وهيطلع معاكي تحفه جدا. وهنا طبعا كان معايا الفسيخ ومعايا الرنجه. قلت اول حاجه هعملها هي الرنجه. الرنجة يا اما انت تقشريها يا اما تفتحيها كده زي ما انا فتحتها كده من الظهر. انا عايزه اقول لكم ان انا فتحت كده واحده معاكم من الظهر، وبعد كده طبعا الباقي انا مسكته بقى كده قشرته. وما شاء الله كده طلعت معانا الرنجة جميله جدا جدا. وكمان الرنجة دي اللي البطروخ بتاعها ناشف، يعني رنجة حلوه جدا والله بجد. وطلعت عدبه كده ما شاء الله اللهم بارك، وطعمها حلو جدا جدا. هنا زي ما انتم شايفين بقى كده انا بشيل الجلد من عليها، لاني انا بحب الرنجة بصراحه من غير الجلد اللي بيبقى فيها دوت. وبقطعها كده زي ما انتم شايفين واحطها كده في الاطباق كده. هنخلص بقى مع بعض كده الرنجة. طبعا مش حابة ان انا اطول الفيديو عليكم، كلنا عارفين الرنجة بتتعمل ازاي. يلا بينا بقى اللحظة المنتظرة دي، لحظة الفسيخ. بأمانة من ساعة ما عملته لسه أول مرة أشوفه وأفتحه معاكم، وبفتحه معاكم بكل أمانة. والله ما شاء الله اللهم بارك. عايزة أقول لكم تحفة بجد، طلع جميل جدا جدا. أحلى حاجة لما تخليني بالملح الخشن. على فكرة الملح الخشن مش هيخلي أي حاجة من الحاجات اللي بتخليها حادقة، هيخلي الحاجة طعمها حلو جدا وملحها مظبوط. شايفين بقى؟ شايفين اللحظة دي؟ عايزه اقول لكم ان انا بكون ضعيفه جدا قدامها. انا ما كنتش بحب ابدا ابدا ولا فسيخ ولا ملوحه ولا الحاجات دي، اكتر من الرنجه بصراحه ما كنتش باكل. وبعد كده واحده واحده بصراحه لقيت بقى اللي حببني في الفسيخ كده، وقال لي الفسيخ جميل ودوقيه وكده. وفعلا انا دوقته لقيت طعمه حلو، طعمه حلو جدا. شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد جميل جدا جدا. انا هنا هعمل معاكم بس كده ايه 3 من الفسيخ، وبصراحه الباقي انا شلته لاني هيبقى كتير جدا جدا. فقلت لا، هو كفايه بصراحه 2 أو 3 بس اللي انا هعملهم على الغدا. وطلع معانا الفسيخ جميل جدا جدا. اثناء بقى ما انا بنضف كده الفسيخ، انا حطيت برضو البطاطس كده على النار علشان احمرها. هنا هنقطع بقى الراس كده بتاعت الفسيخ بالمنظر ده. عايزه اقول لكم ان هو دايب كده ما شاء الله جميل جدا، واحلى حاجه ان هو مش حادق. ولما تكون الحاجه حادقه فعلا احنا مش بنعرف ناكلها، لكن لما تكون يعني متوسطه كده بجد بتكون طعمها حلو. يا اما الفسيخ العادي برضو بيبقى حلو، بس اللي مش عادب قوي يعني يكون كده ايه الفسيخ متوسط كده، ما يكونش حادق قوي ولا هو عادب قوي، بيكون طعمه حلو جدا بصراحه. بصوا انا عايزه اقول لكم والله ان الكاميرا ظلماه، هو ما شاء الله الفسيخه كده لونها احمر جدا وجميله جدا جدا. بس بجد والله في التصوير هو يعني الفسيخ مظلوم معانا بجد، لاني هو ما شاء الله طلع معانا جميل جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان هو دايب كده من جوه، يعني ما شاء الله بجد تحفه جدا. هنا انا بشيل بقى كل حاجه كده جوه الفسيخ زي ما احنا كلنا ما بنشيلها، زي الشوك كده والبطن وكل حاجه. خلصنا بقى هنا الفسيخ، ويلا بينا نعمل سلطه كده ايه الرنجه. معايا بقى هنا بصل ومعايا طماطم، معايا فلفل حامي. هنحط طبعا شويه طحينه كده، احنا طبعا ماشيين مع بعض واحده واحده. هنا بقى كده خلاص خرطنا كده الطماطم والبصل والفلفل الحامي، وهننزل كده بشويه طحينه كده وشويه خل وشويه زيت، نص ليمونه كده. بجد طعمها حلو جدا اللهم بارك، طلعت جميله جدا جدا. حبيت اغير لهم بقى كده واعمل لهم بقى كده ايه سلطه الرنجه. هم ولادي طبعا بيحبوا الرنجه من غير اي حاجه، بس المره دي قلت لهم دوقوها وعلى ضمانتي والله طلعت جميله جدا جدا. مع شويه بيبسي بس ما يكونوش مقاطعه بقى، يجيبوا البيبسي اللي مش مقاطعه. مع شويه بيبسي بعد الغدوه الجميله دي كده، مع حبه شاي بقى، وخلاص كده ظبطتي الدنيا معاكي. شايفين كده ما شاء الله بعد ما حطينا الرنجه بيكون شكلها وطعمها حلو جدا.
ما شاء الله. في طبعًا اللي بعد الغدا على طول بيشرب حبّة الشاي ده لازم، وفي طبعًا اللي بيشرب حاجة ساقعة. بس طبعًا الغدوة الجامدة دي عايزة بقى حبّة شاي كده بنعناع، بقرنفل، عايزة حبّة شاي بقى كده بجد يعني بعد الغدوة دي أحسن طبعًا من البيبسي والحاجات ديّة. هنا يالّا بينا بقى نشوفوا بقى طبعًا البسارية وجمالها ولونها. ده طبعًا كان شوية سردين كده برضه كنت حاطاهم كده مع البسارية وما شاء الله اتخلّلوا وبقوا حلوين جدًا، جدًا. وهنا البسارية ما شاء الله اللهم بارك، طلعت طعمها حلو جدًا، جدًا. شايفين ما شاء الله اللهم بارك الواحدة بوحدتها كده وبجد تحفة جدًا. أنا هنا بقى مش هازوّد طبعًا كده البسارية، هاخد بس شوية كده هاعملهم برضه كده في طبق زي ما أنتم شايفين، ده بيكون شكلها بعد ما اتنضفت. أنا طبعًا باحب أنضّفها وأحط عليها زيت وليمون وخل، وبتبقى طعمها حلو جدًا، جدًا. وهنا بعد ما قليت البطاطس وخلّصت الغدوة القمرة دي، بجد، بجد كانت اللهم بارك غدوة جميلة جدًا، جدًا. بأقل التكلفة عملنا الغدوة القمر دي، خلّلنا مع بعض الفسيخ وكان طعمه تحفة جدًا وشكله جميل زي ما أنتم شايفين. بدل ما نشتري الحاجة بالغالي من برّه، هاتيها في البيت واعمليها وهتعمليها بأقل التكلفة وهيكون كمان عندِك اللهم بارك بالزيادة. وزي ما أنتم شايفين ده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل جدًا وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. أشوفكم في فيديو جديد بوصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.